تعالي اقولك ازاي شويت اللحمة في الاير فراير عشان تطلع معايا بالجمال ده. مبدئيا كده كل ما كانت تتبيلة اللحمة بسيطة كل ما كان احسن علشان ما نضيعش طعم اللحمة. لو حابة تعرفي انا تبلت اللحمة ازاي ممكن تسيبيلي كومنت. تاني حاجة سيبي اللحمة في التتبيلة دي على قد ما تقدري علشان اللحمة تتشرب من التتبيلة كويس، وده هيدبل انسجة اللحمة معاكي فهتستوي بسرعة فمش هتنشف ولا هتشد. وكمان يفضل ان انت تستخدمي شرايح من الانتركوت او من لحمة الفيليتو، لان هي القطعيات دي بتكون ناعمة وبتستوي بسرعة. المهم بقى انا بعد كده حطيت اللحمة في الاير فراير ووزعتها ومخليتهمش مغطيين على بعض، سبت كده مسافات بسيطة ما بينهم. واللحمة دي انا كنت مقطعاها شرايح متوسطة، ولا هي رفيعة ولا هي سميكة قوي. فديتها في الاير فراير 15 دقيقة على درجة حرارة 200. وفي اخر الوقت لما فتحت عليها قلبتها على الجنب التاني واديتها 4 دقايق بس كمان عشان تاخد لون من الجنب التاني. وبعد كده كانت خلاص استوت واحمرت من الجنبين وكانت في منتهى الحلاوة والجمال. بجد بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها في الاير فراير. ما كانش ناقصها بس غير حتة فحمية ومش هتفرقوها عن الكباب اللي بتشتروه من بره. وبس كده، اتمنى تكوني استفدت من الفيديو واتمنى يكون عجبك، وما تنسيش تعملي لي لايك وتتابعيني. انا سارة هلال، بقدم فيديوهات دايما عن التسوية في الاير فراير وعن الطبخ عموما. خدي لفة في الاكونت عندي ان شاء الله هتلاقي وصفات تعجبك، واشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.